بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. احبائي واعزائي متابعي ومشاهدي فيديوهات قناه كورتنا نيوز، اهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه. فيديو جديد هنتكلم فيه ان شاء الله عن انهيار الزمالك، فنجان الشاي بتاعنا كالعاده، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ونبدا الفيديو. في البدايه نستاذن حضراتكم اللي ما اشتركش في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واختيار امر الكل، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بعمل لايك للفيديو، ويلا مع بعض نبدا الفيديو. طيب، هو انا اللي بقول ان الزمالك بينهار؟ لا، مش انا اللي بقول. امال مين اللي بيقول؟ الدنيا كلها بتقول. طيب، بس احنا هناخد اراء بعض لاعبي نادي الزمالك واراء نقاد رياضيين، ونشوف كده مع بعض، نتعرف مع بعض على ارائهم بيقولوا ايه. تعالوا نبدأ الأول مع بعض بآراء بعض لاعبي الزمالك السابقين. تعالوا كده نشوف محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق بيقول إيه على صفحته على الفيسبوك. بيقول: نادي الزمالك وجماهيره أكبر بكتير من اللي بيحصل ده. أراجوز خدام يعبث بنادي كبير سنين طويلة لخدمة المنافس. التغريدة دي أو البوست ده كان بتاريخ 6 فبراير 2023. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي فيه تغريدة بتاريخ 21 يناير بيقول فيها ايه: معقولة فرقة الزمالك اللي كسبت موسمين دوري وكاس رغم وقف القيد؟ منه لله من تسبب في تفكيك الفرقة سنين طويلة في خدمة المنافس. طيب، تعالوا نشوف حد غيره تاني بيقول ايه ونكمل مع حضراتكم. احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، وده في حسابه على تويتر بيقول ايه. ده حساب احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، ده حسابه على تويتر. تعالوا بصوا كاتب فيه ايه: لازم يبقى فيه تكافؤ فرص الصراحة. يعني بيقول لازم يبقى فيه تكافؤ فرص. طيب، هو كاتب ايه بقى؟ بيقول فيه بيان رسمي من شباب بلوزداد يعلن فيها رحيل رئيس الشركة الرياضية ومجلس الإدارة محمد بن الحاج، وانتخاب السيد مهدي ربحي، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا. ونزل البيان بتاع بلوزداد اللي بيقول الكلام دوت. معنى التويته دي معناها ايه؟ ان بيقول لازم يبقى في تكافؤ فرص، زي ما فريق بلوزداد غير رئيس النادي بتاعه، يبقى لازم الزمالك يغير رئيس النادي بتاعه، في اشاره الى ان المفروض مرتضى منصور يتغير. طيب، لو نزلنا تحت شويه كده هنلاقي تويته تانية بتاريخ 6 فبراير بتقول ايه: شويه عيال لابسه التيشيرت مع شويه سماسره بيديروا الموضوع، وشويه كباتن كبار قاعدين في القناه بيسقفوا لملوك الصفقات، والكل عارف العيب في مين ومحدش بيفتح بقه. لو عندكم دم سيبوها وامشوا، سيبوا النادي لاصحابه. تويته تانية برضو في نفس اليوم 6 فبراير 2023 بيقول ايه: وارد انك ترجع وتكسب في الماتش عادي، بس مفيش حاجه تدل على كده، ولا هنكمل كده، وهنقع كتير. الزمالك بيدار بعشوائيه من بدايه الموسم، فطبيعي كل الظروف تبقى ضدك، حتى لو في تعنت ضد النادي وجماهيره، بس انت بتساعدهم على كده. اما بقى الانهيار، هو الانهيار بس في ان الزمالك اتغلب 3-0 من فاركو، ولا الزمالك بيبتعد، ولا بيخسر نقاط؟ لا لا لا، الانهيار اكبر من كده بكتير. ان في تفكك في الفرقه. الفكره مش في ان الفريق خسر ماتش، وارد في الكوره، وارد ان انا اكسب واخسر، ومفيش فريق بيكسب على طول ولا فريق بيخسر على طول، لكن في تفكك في الفرقه، والفرقه بتطلع من مشكله تحط في مشكله ثانيه. وبعدين فيريرا مشي، فيريرا رجع. هو فيريرا الاولاني احسن من فيريرا الثاني، ولا فيريرا الثاني هو نفسه فيريرا الاولاني؟ ما تعرفش ليه. ولما فيريرا مشي طلعوا ناس سقفوا وقالوا برافو قرار صح، ولما فيريرا رجع طلعت نفس الناس برضو سقفت وقالت برافو قرار صح. هو صح انه يمشي؟ هو صح انه يرجع؟ هو صح انه يمشي ولا يرجع؟ برضو طيب، المهم النهارده كلنا بنسمع تعليقات، وبقى في كده منشطات او في جمل كده بتتردد، خلاص بقينا حافظينها من كتر ما بتتردد. اللي يقول لك يا سياده المستشار الزمالك بينهار، واللي يقول لك احترس الزمالك يرجع الى الخلف قوي، تمام، واللي يقول لك لا لهبوط الزمالك. حاجات كتير في اشاره الى ان النادي الزمالك شبه بينهار خلاص. طيب، الكارثه الكبيره ان تعالوا، ده صفحه رئيس نادي الزمالك، الصفحه الشخصيه بتاعته على الفيسبوك، بيقول: بعد مماطله اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة، وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية،
ولم يكن قرار الاتحاد صادر من أجل مصلحة عامة بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه، وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي. وإزاء ذلك العبث الغير مبرر نجح المستشار مرتضى منصور في تحديد جلسة عاجلة صباح الغد الأربعاء طالبا الإيقاف الفوري وإلغاء قرار اتحاد الكرة بنادي وإلغاء قرار اتحاد الكرة الذي صدر لصالح نادي معين لحرمان نادي الزمالك من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثانية. نثق في قضائنا العادل أيا كان حكمه. هي المشكلة هنا مش في انك ترفع قضية، هي المشكلة ان اتحاد الكرة بيمنع ان الفيفا اتحاد الكرة الدولي يعني الفيفا بيمنع اللجوء للقضاء العادي، وان اللجوء للقضاء العادي ممكن يؤدي الى ايقاف النشاط. مشكلة ان في حاجات عمالة تحصل، انت تروح تشتري قيد لاعبين للفيفا حقك، بس لما تروح للفيفا وتقول وزي ما بنشوف بقى الكلام اللي بيتقال، طيب وامال هو ادانا الرخصة ليه نلعب واحنا علينا ديون؟ ولما يجي نادي تاني ويشتكي ويبقى اتحاد الكرة ادى رخصة بدون وجه حق، الحاجات دي ممكن يعني توصل الى ايقاف نشاط. طيب فالموضوع داخل داخل نفق مظلم سواء على نادي الزمالك او على اتحاد الكرة المصري. طيب لو نزلنا شويه كده هنلاقي كمان ده الفيديو اللي اشار اليه رئيس نادي الزمالك اللي بينشر فيه تفاصيل تواجده في اتحاد كرة القدم في عمليه قيد اللاعبين والرفض القيد والكلام ده كله. لو دخلت على الصفحه ودوست هنا هتلاقي الفيديو، بس انا ما ينفعش ازيعه طبعا على القناه بتاعتي عشان حقوق الملكيه. بعد كده لو نزلنا فيه بوست تاني من حوالي يوم، البوست ده اللي هو بتاريخ 6 فبراير بيقول ايه: ما حدث مع فريق الزمالك شيء متوقع، فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم فيما عدا نادي الزمالك دعم، ولكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد اللاعبين الجدد، وبناء عليه تم دعوة مجلس الإدارة لجلسة طارئة الرابعة عصر الثلاثاء لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك بهدف حرمان النادي من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي ليرضي الفريق المنافس. طيب هو انا بس حاجة واحدة بسيطة، القيد مفتوح لمدة شهر. طيب انا كنادي زمالك ليه ما روحتش ما قبليها ب10 ايام ولا باسبوع ورحت وقلت الكلام اللي احنا سمعناه في الفيديو ده، ان انا هجيب لك فلوس يوم الاحد من الشركه الراعيه ومش عارف هدي لك 10 مليون. طب ليه انا ما رحتش قبلها باسبوع؟ انا ليه لازم اروح اخر ساعتين يعني؟ طب ما رحتش قبلها باسبوع ورحت وقلت الكلام ده وقلت له خد 5 مليون زي ما اتحاد الكرة طالب ولا 10 مليون زي ما رئيس نادي الزمالك وعد. طيب ما كنت رحت قبلها باسبوع وعرضت هذا العرض ودفعت الفلوس. هتقول لي ما كانش لسه خلص مع اللعيبه. والله يا بيه لو خلصت مع اللعيبه يبقى انا ضمنت ان انا ضمنت القيد بتاعهم. طب ولو ما تعاقدتش او ما جبتش الصفقات، ما انت بتسدد من اللي عليك، في كلتا الحالتين انت كسبان. الناحيه الاولانيه انك انت لو خلصت زي ما حصل كده وهتقدر وحبيت تقيد لعيبه، محدش يقدر يمنعك، لانك جدولت ديونك زيك زي بقيه الانديه واحترمت التعليمات زيك زي بقيه الانديه، يبقى محدش يقدر يمنعك. ولو منعوك يبقى في تعنت ضد نادي الزمالك، وبالفعل في تصفيه حسابات خلاص. لكن طيب لو ما حدش منعك طلبات جديده يا سيدي، ما انت برضه سددت اللي عليك، ما هو انت عليك كتير. فلما بتسدد انت بتسهل مهمه بكره، يعني انت اللي هتسدده النهارده هيهون عليك بكره. ففي جميع الاحوال انت يعني التسديد هيفيد مش هيضر، وفي نفس الوقت انت بتثبت ان انت بتحترم التعليمات وانك انت بتلتزم زي ما الاهلي التزم، زي ما كل الفرق التزمت. انت مش احسن من حد، انت بتدي حسن النيه وبتثبت قدام الراي العام وقدام الفيفا لو حبيت تلجا له فيما بعد انك انت بتلتزم بالتعليمات وانك انت عندك حسن النيه وانك انت زيك زي غيرك. يبقى حتى ما يعني يا اخي خليها بالبلدي كده، لو في خصومه ضدك ما هو من الذكاء انك تفوت الفرصه على خصمك. طيب تعالوا بقى نشوف رأي محمد شبانة او الاستاذ محمد شبانة في القصة دي ونرجع تاني. والخسارة زي ما بنقعد نقول الكلام الطبيعي بتاع كرة القدم وردة، لكن غير الوارد ان الفريق يبقى ضحية ازمات مستمرة لا تنتهي. وامبارح ما اقدرش اقول انه الخسارة دي نتيجة انه خطة غلط، اداء فني للاعيبة غلط، لكن الحالة اللي عليها نادي الزمالك الفترة الاخيرة لازم تقول النتيجة للي احنا فيه. يعني ازمات لعيبة، مشاكل لعيبة، من ازمة عبد الله جمعة وفتوح مرورا برحيل امام عاشور، بازمة القيد، برحيل أسامة نبيه عن الجهاز الفني، ثم رجوعه، ثم رحيل فيريرا، ثم رجوعه.
يعني قصص كثيرة جدا وازمات كتيرة جدا في زمن ضيق جدا. احنا اللي انا بقوله ده كله في اسبوعين ثلاثة، يعني مش في سنتين ثلاثة، في اسبوعين ثلاثة. فيوصل الاداء للحالة اللي احنا شفناها امبارح، فريق غير قادر على انه حتى يبني هجمة، مش غير قادر ان هو يكسب مباراة. انت بتتكلم في حامل اللقب بتاع الدوري، بتتكلم في حامل لقب الكاس، بتتكلم في احد اهم الانديه المصريه، بتتكلم في فريق عنده افريقيا اول مباراه في دوري المجموعات في دوري الابطال يوم الجمعه، بتتكلم في فرقه فيها نجوم كبار جدا، اسماء كتيره جدا في فرقه الزمالك. كل ده في ناحيه، واللي شفناه امبارح حاجه تانية خالص وناحيه تانية خالص. حتى المشهد في التلفزيون مسار حديث الناس كلها هو مين اللي بيدير المباراه، أسامة نبيه ولا فيريرا؟ طب مين المدير الفني، أسامة نبيه ولا فيريرا؟ طب فيريرا رجع، طب مش هو اللي بيدير المباراة ليه؟ طب إذا كان مش هيدير دي، يعني إذا كان في الاتفاق في رجوعه إنه مالوش علاقة بمباراة فاركو، طب قاعد على الدكة ليه؟ طب ليه الكابتن أسامة نبيه مش لوحده وفيريرا قاعد في المدرج أو قاعد في الفندق؟ طب ليه اللعيبة تخش تتحشر في الزنقة دي؟ يعني كل لعيب هل ياخد تعليماته من أسامة نبيه ويبقى فيريرا قاعد شايف اللعيب ده قريب من الكابتن أسامة وما في النفوس في النفوس؟ يعني المشهد كله كده هنقعد نفسر فيه، كل واحد يفسر فيه حسب ما يشاء. طب ليه الزمالك بيخلي المشهد بهذا الشكل؟ كان بسيط جدا يا جماعة، فيريرا رجع وهيستلم الفريق من بعد مباراة فاركو، خلاص قضي الأمر. طيب ده على المستوى المحلي، تعالوا نشوف رأيه بقى على المستوى الافريقي. الزمالك لو مش تاني ممكن يبقى عنده مشكله، لان احنا بنلاقي فجاه ازمه في جدول الدوري، تاخر لك الدوري فجاه. احنا قلنا الدوري هيخلص في اخر مايو، وبعدين قلنا في نص يونيو، وبعدين قلنا في اخر يونيو، ودلوقتي بنقول نص يوليو. اذا زاد عن كده لاي سبب إن كان، ده الزمالك نفسه طالب ياجل الماتش بتاع سموحه اللي جاي بتاع بولوزداد، بعد ماتش بولوزداد عنده الترجي بعد كده بيعتقد يعني. فالزمالك طالب ياجل ماتش سموحه عشان اتحاد الكره ياجل، ومع ماتشات مؤجلات اتقالت بص تلاقي الدوري بدل ما يخلص قبل نص يوليو يمتد لبعد نص يوليو. تلاقي الاتحاد الافريقي بيقول لك لا يا حبيبي ابعت لي بقى اسماء الناس بتاعه افريقيا، تبص تلاقي الزمالك مش في المربع الذهبي فمش هيشارك في دوري الابطال ولا في الكونفدراليه، او تلاقيه في المربع الذهبي او في ثالث او رابع فيشارك في الكونفدراليه مش في دوري الابطال. هل اللعيبه فاهمه الكلام ده؟ الناس اللي بتدير واللعيبه والجهاز الفني فاهمه ان مباراه امبارح دي اخر مباراه في الدور الاول، وان انت ختمت كده الدور الاول حتى الان وانت في المركز الرابع؟ يعني اذا الاتحاد الكوره استند للائحه بتاعته في حاله ان الوقت جري، والكاف الاتحاد الافريقي طالب الناس اللي هتشارك في افريقيا السنه الجايه، فطبقا للائحه هياخد نتائج الدور الاول. اهلي اول، امبارح كانت الجوله 17 شغاله امبارح والنهارده، الاهلي اول، بيراميدز الثاني، خلاص دول دوري ابطال افريقيا. فيوتشر الثالث، الزمالك الرابع. النهارده بيراميدز وفيوتشر هيلعبوا على فكره، يعني بيراميدز عنده طلائع الجيش وفيوتشر عنده البنك الاهلي. اذا الاثنين كسبوا مع فرق الاهداف اللي موجود لصالح بيراميدز، بيراميدز يبقى فنش الدور الثاني، الدور الاولاني وهو في المركز الثاني، وفيوتشر في المركز الثالث. اذا فيوتشر كسب وبيراميدز اتعادل يبقى فيوتشر هو الثاني وبيراميدز هو الثالث، يبقى فنش الدور الاول، يبقى فيوتشر هو اللي يشارك في دوري ابطال افريقيا. ده اذا اضطر اتحاد الكره يستند للائحه دي، وإذا الاتحاد الافريقي طلب قبل انتهاء الدوري مين اللي هيشارك. طب افرض المقاولين العرب عنده ماتش مؤجل مع الاهلي في الجوله دي، المقاولين العرب صاحب مركز الخامس وفارق نقطه عن الزمالك دلوقتي، عنده 28 نقطه والزمالك 29. طب افرض المقاولين العرب كسب الاهلي، الحل هيرفع رصيده ل 32 نقطه فعدى الاهلي، يبقى الاهلي يبقى عدى الزمالك، اسف اذا كسب الاهلي. وما تعتبرش ان ده صعب، الاهلي ما خسرش ولا مباراه، بس وارد في كره القدم كل شيء. انا بتكلم لعيبه الزمالك بقى، سيبكم من الجهاز والاداره والمشاكل والازمات، انا بتكلم على نخوه الفانيلا البيضاء وروح الفانيلا البيضاء. لو المقاولين كسب الاهلي، تخيل يبقى المقاولين رابع والزمالك خامس، يبقى الزمالك ملوش مشاركه افريقيه. تخيلوا الكلام ده قلناه من شهر. خد بالك خد بالك خد بالك. ولو المقاولين ما كسبش الاهلي، الزمالك يشارك كونفدراليه ما يشاركش دوري ابطال لو الدوري امتد شويه.
بكده نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. استاذن حضراتكم اللي ما اشتركش في القناه يشرفنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بعمل لايك للفيديو. والى ان القاكم في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.